السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ والله الفيديو دوت احنا عاملينه للشباب اللي مؤخرا ابتدوا يدخلوا يكتبوا لي على الماسنجر وعلى اليوتيوب وعلى البيج بتاعت القناه بتاعت اليوتيوب، وكانوا بيسالوا عن الديسباتش وعن الكورس. هل في كورس للديسباتش؟ لان اعتقد ان انا قلت في فيديو من الفيديوهات ان انا عامل كورس للديسباتش. والكلام ده حقيقي جدا. ولكن للاسف الكلام ده كان ممكن من سنتين ثلاثه، والطريقه اللي انا اشتغلت بيها على الكورس ما كنتش حابب ان انا اللي اسجل بنفسي، فعملت طريقه كده خلت يوديمي تقول لي لا احنا عايزين انت اللي تسجل، مش عايزين تكست تو سبيتش او اي تكنولوجي في الموضوع غالبا يعني. فاترفض الكورس، وكان تزامنا كمان مع ان انا كان عندي التزامات وسفر وحاجات زي كده، فاجلت الكورس. وبعدين بعد ما اجلنا الكورس عدلنا على الكورس من تاني، وقررت ان انا اللي هسجله بنفسي، وعملنا كل حاجه والدنيا تمام، والكورس دلوقتي بيتسجل وان شاء الله قريب يترفع. لكن الهدف ما كانش الكورس من اول ما بدانا الثلاث سنين، وان كنت انا يعني ما اقدرش اقول حتى ان انا عملت فيديوهات، هم كانوا 3-4 فيديوهات شرحت فيهم حاجات كتيره اعتقد. وقفت عند اخر فيديو كنت المفروض هعمله، اللي هو كان ليه ما انصحش نشتغل مع الفاكتورينج كومبانيز. وقلنا ان ده هيبقى الفيديو اللي جاي، وبعدين وقفنا خالص وما كملناش ولا فيديو جاي ولا اي حاجه من ساعتها الى لحظه الفيديو ده. طيب الهدف الاساسي كنا ان احنا نعمل كوميونتي للناس اللي مهتمه باللوجيستكس والتراكنج في الولايات المتحده او في امريكا، ولذلك قلنا نجمع الناس دي كلها في جروب. خصوصا ان هو انا لاحظت اخر شهرين ثلاثه ابتدت الناس تكلمني على القناه، فاللي هو ايه، طب يعني طب ما تجرب يا اخي يعني لو طب ليه لا يعني، ف لو انت مش خسران حاجه يعني. فلا، الهدف الاساسي فعلا ان احنا نعمل كوميونتي، والناس اللي مهتميه بالديسباتش تبقى موجوده في مكان، الناس اللي مهتميه باللوجيستكس، الناس اللي موجوده حتى في امريكا وعايزه تعرف معلومات عن شغل الديسباتشر، معلومات عن شغل البروكر، معلومات عن الشكل القانوني اصلا لكل الحاجات ديت، معلومات عن ازاي اشحن حاجه، ازاي اشتغل مع شركه من شركات النقل اللي بتنقل، سواء كانت بتنقل عربيات، بتنقل بضاعه، بتنقل اي حاجه. لو انا عايز ابقى ديسباتشر اعمل ايه، لو انا عايز اكون بروكر اعمل ايه، لو انا عايز اكون بروكر ايجنت للناس اللي هم ممكن يكونوا بره مصر، انا اسف بره امريكا، يعملوا ايه هم كمان. اي حد بره امريكا عايز يشتغل جوه امريكا يعمل ايه. النية برضو الحمد لله، يعني نيتنا في الموضوع ده ان برضو لو في ناس عندها امكانيات، وغالبا الامكانيات المطلوبه هي يعني مش حاجه سوبر، يعني انت المفروض بس تبقى عارف بتتكلم انجليزي ازاي، عندك اللغه متمكن منها، وبعد كده اي حاجه تانية بالتدريب سهله جدا ومش معقده. الناس اللي عندها الامكانيات وما عندهاش مصدر دخل قوي في بلدها يقدروا يتعلموا موضوع الديسباتش ويكافحوا شويه ويتعبوا شويه، وان شاء الله يلاقوا عائد كويس. طيب، والناس كمان اللي زي حالاتي اللي اشتغلوا في المجال او اللي هم عندهم خلفيه في المجال، لو ربنا كرمهم وجوم هنا، يبقوا ممكن قدرنا نساعدهم ان هم يجوا على بلان مثلا واضحه، ممكن يجوا على وظيفه، ممكن يجوا يقدموا على حاجه معينه، وما يحتاجش ان هو من اول ما يجي يتبهدل على شغل بقى اقل من اللي هو ممكن يكون متوقع يعني. which is هي مش عيب، ولكن لما تبقى انت جاي في مكان جديد وعندك حاجه في ايدك قادر تشتغلها، ده احسن بكتير طبعا. ف يعني ملخص الكلام ده ان احنا عملنا الجروب دوت على الفيسبوك، اسمه ديسباتش بالعربي، واسمه كمان Arab Dispatch School. الهدف منه ان احنا نحط فيه كل الناس المهتميه بالمجال، كل الناس اللي عندها اسئله، كل الناس اللي حابه تتعلم المجال، كل الناس المحترفين اللي في المجال اصلا. يعني اتمنى بصراحه ان هم يكونوا موجودين، لان لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي المجال ده
موجود بكل اللغات. يعني انت تخش هتلاقي الانجليزي طبعا، هتخش تلاقي الروسي، هتلاقي الاوكراني، هتلاقي الهنود حتى بيتكلموا في الموضوع ده. فانا مش شايف مانع ان احنا كعرب نتكلم في الموضوع ده، اللي هو ليه لا يعني. ما نعمل كوميونتي يبقى فيه ناس بتدخل المجال وتتعلم وبتاع. which is انا كمان عارف ان في ناس في المجال في مصر، ولكن هم مختفيين ومعدودين على الصوابع. انا اول ما بدات المجال بداته من جوه مصر مش من امريكا، واتعلمت المجال من جوه مصر مش من امريكا، وبعدين جيت هنا امريكا وبدات يمكن اول رحله او رحلتين في البيزنس الحمد لله داخل المجال بتاع الايه اللوجيستكس في امريكا. ولكن طبعا كل حاجه هنتكلم في يعني هنتكلم